الممثلة جال جادوت علقت على فشل فيلمها الأخير سنو وايت بنسخته الحية، وأرجعت جزءاً من سبب الفشل إلى الضغط السياسي في هوليوود، خصوصاً فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. جادوت قالت في مقابلة على برنامج إسرائيلي إن هناك ضغوطاً على المشاهير للتحدث ضد إسرائيل بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، وهذا أثر بشكل كبير على استقبال الفيلم. وأشارت إلى أنها شعرت بأن الجمهور ناقدها ليس كممثلة بل كإسرائيلية، ما جعل النقد شخصياً وعاطفياً للغاية. ومع ذلك أوضحت لاحقاً عبر حسابها في إنستغرام أن فشل الفيلم لم يكن بسبب هذا الضغط فقط، بل هناك عوامل أخرى تحدد نجاح أو فشل الفيلم، وأن النجاح ليس مضموناً.